السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة اكلات شهية ولذيذة. هنعمل النهاردة احلى شوربة لحمة بدون اي زفارة، هتفرق معاكي جدا في طعم اكلك، وهقولك ازاي تسلقي اللحمة وما تاخدش معاكي وقت وتطلع دايبة وجميلة. بس لو اول مرة تشوفيني اتمنى تشتركي معايا بالقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش اللايك عشان ده بيشجعني اني اكمل. يلا نبدأ بسم الله. جبت كيلو لحمة. انا جبت قطعيه الموزه، بحب اجيبها ما بتاخدش وقت مني على النار وبيبقى طعمها تحفه. هاتي اي حاجه انت حباها. جبت طماطمايه وقطعتها، وبصلتين حجمهم وسط وقطعتهم. وبالنسبه للتوابل اللي هستخدم هنا حبهان، ويفضل تستخدمي الحبهان الاخضر لان بتبقى النكهه بتاعته قويه وبيبقى طعمه جميل. واستخدمت هنا ورق غار او ورق لور، وهستخدم فلفل اسود، وهستخدم طبعا الملح، وهستخدم كمان الزبده. حلة سخنة على النار، وهضيف عليها الزبدة، واحط مع الزبدة فصين مستكة بيدوا ريحة وطعم تحفة للشوربة وللحمة. استنى بس الزبدة تسيح معايا، ولازم بأكد تاني تكون الحلة سخنة علشان انا عايزة ادي صدمة للحمة، وعايزاها تاخد لون من الجنبين، عايزاها تفضل جوسي وتحتفظ بالسوائل بتاعتها وما تنشفش مني. هحط اللحمة وهقلبها على الجنبين لحد ما تاخد معايا لون حلو وتتقلب كويس. انا هنا برص اللحمه وبستنى بس ان انا عايزه اقلبها وتاخد معايا لون حلو. خلاص كده خدت معايا لون كويس، هبتدي اضيف التوابل بتاعتها. هضيف الحبهان وهضيف ورق الغار، وهكمل بقيه التوابل، وهحط عليها الفلفل الاسود. وبالمناسبه انا حطيت في الشوربه معلقه سكر، وعلى فكره هي مش بتاثر خالص في الطعم، بل بالعكس دي بتساعد اللحمه ان هي تتسلق بسرعه وما تاخدش معاكي اي وقت. وبعد كده هكمل بقيه الخضار اللي انا هحطه، اللي هو الطماطم والبصل. هشوحها كويس قوي. اهم تركه تاخدي بالك منها ان انتي لازم تشوحي اللحمه كويس جدا. كل ما هتتشوح معاكي وهتخدميها صح في النقطه دي، كل ما هتطلع معاكي اجمل واحلى لحمه واجمل واحلى شوربه. هقلبها كويس وهستنى لما تاخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. مش عايزه اقولك الريحه عامله ازاي، ريحه التوابل مع ريحه الخضار مع اللحمه تحفه. هشوحها كويس وهقلبها حلو قوي لحد ما اطمن ان هي كده خلاص تمام معايا. هحضر بعد كده لازم تكون ميه مغليه، وهضيف عليها الميه المغليه. هتقلب معاكي، مش هتعمل معاكي اي زفاره ولا اي ريم، وهيبقى طعمها تحفه. مش هتاخد معاكي وقت على النار، هتفرق جدا معاكي في طعم اكلك. بجد وصفه تحفه، مش هتندمي لو جربتيها. مش عايزه اقولك اللون والريحه والطعم كانت عامله ازاي. اللحمه طلعت معايا دايبه وجميله ومستويه، وكان طعمها في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين كان لونها جميل وريحتها وطعمها تحفة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واستنوني في وصفات تانية جديدة. شكرا ليكم.